السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة فيديو جديد ان شاء الله. احنا هنتكلم مع بعض عن النادي الاهلي والزمالك. طبعا الزمالك لاعب بيراميدز والاهلي واجه نادي الاتحاد السكندري، فاتمنى منك انك تكمل الفيديو للاخر. عجبتك تعمل لايك وتشترك معنا في القناه انت مش مشترك. ويلا نبتدي. اول حاجه عندنا هنتكلم عليها ماتش الزمالك وبيراميدز. يعتبر هو الماتش الى حد ما في كلام شويه. ماتشين الصراحه لما الواحد يكون قاعد بيتفرج على ماتشات كاس العالم بعد كده يرجع تاني الكوره المصريه فبيحس ان في فرق شاسع يعني. المهم نرجع بقى لماتشاتنا النهارده. اول حاجه هو ماتش الاهلي الزمالك وبيراميدز. بصراحه ماتش غريب وعجيب من الفرقتين يعني هما الاثنين الصراحه كانوا بيلعبوا كانهم بيلعبوا لعبه تعاوني مع بعض. لو شفت بجد الكوره تقريبا بتاع 3 4 نقلات لكل فرقه شكل. يعني مثلا خط وسط الزمالك مثلا يلعب كوره بالغلط اللي يلعب بيراميدز، يلعب بيراميدز يلعب كوره بالغلط برضه يلعب الزمالك في نفس اللقطه. فاهم انت؟ فبص يعني من الاخر كده الاربع فرق المشاركين في دوري في البطولات الافريقيه، سواء دوري الابطال او كاس الكونفدراليه، سواء اهلي وزمالك او بيراميدز وفيوتشر، فاتمنى ان ما يكونش ده ادائهم القوي. اتمنى ان هم اخدين ماتشات الدوري دي ان هم بيلعبوا بهدوء، ويعني ماتشات افريقيا تكون لها شكل تاني. لان المنظر اللي انا شايفه الاهلي والزمالك وكل الفرق المشاركه زي ما انا قلت في البطولات الافريقيه فالاداء مش مبشر لا خالص. عندك الاهلي كسب الاتحاد كسب 3، لكن برضه والله يعني الاداء غريب. حتى ذات نفسه مارسيل كولر قال نفس الكلام ده، قال لك احنا كسبنا لكن ادائنا كان سيء مفيش تركيز، واتكلم على ده قبل المباراه واتكلم على ده بين الشوطين. هو قال كده بالظبط. فيعني معنى كده ان انا مش ببالغ، هو فعلا قال كده وانا متفق معاه 100%. بصراحه هنجيله لما نيجي نتكلم على الاهلي والاتحاد. بالنسبه للزمالك برضه يعني ماتش الزمالك وبيراميدز الاثنين وحشين جدا. يمكن سبب فوز الزمالك ان خطف جون في اول 3 دقائق وبس، بس خلاص. فاهم انت؟ يعني مش عارف بصراحه. حتى تحس ان اللعيبه تقلانه. يعني انتوا لسه اول 6 ماتشات ومفيش ضغطات ماتشات ومفيش اي حاجه تضغطكم. التعب اللي انا شايفه من اللعيبه خاصه لاعب زي مثلا محمد حمدي في بيراميدز وفخر القاي مثلا، دول تعبوا ليه؟ ايه اللي خلاهم يتعبوا؟ ده احنا لسه بجد احنا لسه في اول 6 ماتشات، لسه مكملين السادس النهارده. ايه بقى يعني بجد انا مش فاهم ليه اللعيبه مرهقه. عمرو السولية برضو في الاهلي تحسه تقيل قوي ما اعرفش فيه ايه. فانا في مش فاهم انت، عندي شويه نقط كده عايز افهمها. يعني إيه الارهاق ده سببه ايه وليه؟ احنا لسه بنبتدي وبادئين بكل سلاسه وهدوء ومفيش ضغط ماتشات، واثناء كاس العالم شغال احنا بنبتدي كده ماتش ماتشين نخطف لنا ماتش ماتشين في السريع، فالدنيا هاديه. فانا مش فاهم ايه السر اللي مخلي اللعيبه تقيله كده. بالنسبه للزمالك كان فيريرا بيميزه نقطه حلوه، ان هو لو لاعب اتصاب بيعرف يخلق له بديل حتى لو مش مركزه. طبعا اكتر حد يتقال عليه المقوله دي هو امام عاشور، بيقوم بكذا دور جوه الملعب، فبيقدر ان اي حد يتصاب يحط امام عاشور في المكان ده، ويقدر يخلي كذا لاعب يقوم بكذا دور زي حمزه المسلوسي ما هو دلوقتي شايفينه مع نادي الزمالك بيلعب كسنتر باك مش رايت باك ولا مش باك يمين، يعني بيلعب مساك. تمام. فيعني حتى بس دي دلوقتي بدات تنقلب، انا شايف ان هي ضده. يعني الاول دي كانت ميزه بتميز فيريرا، دلوقتي بقت مشكله ضده. لان هو دلوقتي انت يعني تحس ان اللعيبه ذات نفسها جوه مش عارفه. يعني انا اول مره اشوف الزمالك بالحاله دي. يعني اعرف ان الزمالك كان بيبقى هادي لحد ما ومنظم شويه في طريقه لعبه، لكن في ماتش بيراميدز خاصه في اخر لحظات تحس ان محدش عارف يقوم بدوره. مش عارف المسلوسي بيعمل دور مين، ومش عارف عبد الله جمعه بيعمل دور ايه، ومش عارف في لخبطه. يعني حتى المدرب نفسه اتلخبط، بيقول لك مش عارف مين راح باك يمين، وهو كان اصلا بيلعب سنتر باك. كان حمزه مسلوسي اعتقد، كان حمزه مسلوسي كان هو باك يمين، مش عارف قال لك لا ده عبد الغني يروح باك يمين. فعامل لخبطه. فاهم انت قصدي؟ وللاسف ده بينعكس على اداء الزمالك جوه الملعب. يعني شفنا الزمالك يعني تايه في كذا كوره او في كذا فتره من الماتش، وده انا ما كنتش متعود اشوف الزمالك كده في اخر فتره الصراحه. فدي يعتبر مشكله. عندك احمد سيد زيزو مستواه انخفض تماما، ما عملش ولا لعبه صح الا لعبه واحده بس اللي هي الكوره اللي بالعرض دي والدفاع شالها. ف سيد زيزو للاسف شكله كده. يعني هو لسه بادئ لسه 6 ماتشات، لكن شكله من عقليه اللعبه المصريه اللي هو يعمل له موسم حلو كده ويختفي. طبعا لسه قدامه يلحق نفسه، قدامه يلحق شكله لسه طبعا، لكن محتاج بس ان هو يفوق نفسه. لان احمد سيد زيزو مش ده احمد سيد زيزو اللي احنا عارفينه. امام عاشور بصراحه حدث ولا حرج، يعني ما شاء الله هو احسن حد في الزمالك بصراحه. هو افضل لاعب جوه المباراه وافضل لاعب جوه نادي الزمالك الحقيقه. يعني اللاعب سامسون ما ينفعش يقعد، يعني لازم تحدد انت هتعتمد عليه هيكمل في الفريق يبقى يقعد لاعب اساسي.
خلاص هيمشي وفي مشاكل يبقى تمشيه من دلوقتي. لكن سامسون ده اللي هو لا لازم تعرف انت راسك من رجلك ايه فيه، لان هو بصراحه انا مش عارف هو مكمل مع الزمالك ولا ماشي. فهو لو مكمل مع الزمالك لازم يلعب اساسي، لان اللاعب اللي هو رفعت ده اعتقد اسمه ايه المهاجم يوسف، لا يوسف حاجه اللي هو المهاجم يوسف حسن، يوسف حسن مش مقنع يعني، لسه صغير لسه ممكن يحتاج جرأة، بس لا دلوقتي هو لا يصلح. سامسون لما نزل التحم بكذا كوره بشكل كويس، شكل لحد ما اللي هو يعني دريبلر بشكل رائع. ف يعني سامسون لازم تعتمد عليه في الفتره الجايه اساسي، انا شايف كده. طبعا عمرو السيسي عمل مباراه اكتر من رائعه الحقيقه برضه. مصطفى شلبي انا مش فاهم سبب خروجه ايه لحد دلوقتي، بس هو طلعه في بدايه الشوط الثاني وانا مش فاهم هو خرج ليه، بس هو خرج يعني انا نفسي افهم هو خرج ليه برضه. مصطفى شلبي عمل ماتش كويس، وكان عمل ماتش رائع جدا في الشوط الاول، هو اصلا صاحب الهدف يعني، بس انا مش بقول كده عشان هدف بس، هو فعلا كان اداؤه جوه الماتش كان كويس. فانا مش فاهم مصطفى شلبي طلعه ليه. بالنسبه لي حمزه المسلوسي، بص انت اخترعت دور كويس لحمزه المسلوسي، وحمزه المسلوسي قام بيه لحد ما بشكل كويس، بس في مشكله ان حمزه المسلوسي كده انت مش عارف تستغل مهارته الهجوميه خالص، وحمزه المسلوسي عنده اضافه هجوميه كبيره جدا جدا وكويسه جدا. فانت بالمنظر ده انت مش عارف تستغل المميزات الهجوميه لحمزه المسلوسي، فانت خسرت مميزاته الهجوميه. لكن هو مقضي غلط في المركز اللي هو بيلعب فيه، لكن يعني ليه تخسر حاجه شبه دي؟ فاهم قصدي؟ انك انت عندك يعني ناس تقوم بده، يعني انا شايف كده. بس مفيش حاجه تانية ابقى اقولها على الزمالك. بالنسبه لبيراميدز، علي جبر عمل ماتش بصراحه ممتاز فوق الوصف فوق الخيال، صراحه عمل ماتش حلو قوي قوي، بس مفيش حد تاني لفت نظر الحقيقه. يعني فخر القايده ومحمد حمدي هما الاثنين دول كانوا اسوأ لاعبين في المباراه كلها، وكانوا اسوأ لاعبين طبعا في بيراميدز، لان تقريبا كانوا هما بيراميدز يبني الهجمه تروح عند حد فيهم يبوظ الهجمه بجد. بالمناسبه برضو في نقطه تانية حابب نتكلم عليها، هي في دفاع نادي الزمالك في مشكله. لو تلاحظوا الوان تو اللي بيتلعب ما بين اللعيبه بتاعت بيراميدز، ومثلا سواء كان رمضان صبحي هو المحط عشان يلعب وان تو لفخر القاي مثلا او لاي حد، هتلاقي في مشكله في التو، يعني هو لعب الوان وطلع يجري، لا دفاع الزمالك ما بيستوعبش، رغم ان هي بتبقى مقريه يعني، بس دفاع الزمالك تقيله شويه، وهو اتهدت مرمى الزمالك بكذا كوره بالشكل ده، لكن يعني كانت بتطلع بره، عواد كان بيمسكها كده يعني، لكن في خطوره دفاعيه او في عدم تنظيم دفاعي في اللقطه دي خصوصا يعني. اللاعب برضو اسمه اعتقد شيبي، اللي هو الباك اللي بتاع نادي بيراميدز، برضه لفت انتباهي، عمل ماتش حلو. اللاعب المغربي اعتقد انا مش غلطان، لاعب عمل ماتش حلو قوي قوي قوي، لعيب. انا اول ما اشوف باك بيعرف يتحرك كويس، يعني الباك دايما انت مستني منه سرعه، مستني منه عرضيات كويسه، مستني منه ادوار دفاعيه، لكن انه يعرف يتمركز صح دي غريبه بالنسبه للباك. فاهم انت قصدي؟ فبصراحه برضه هو عمل مباراه عظيمه ولفت انتباهي بشكل قوي جدا اللاعب ده. بس مفيش حاجات حابب اقولها على الماتش ده. نيجي بقى ماتش الاهلي والاتحاد، هو ماتش ما فيهوش كلام خالص الحقيقه، ماتش كان ممل جدا. الاهلي دخل جاب جون في اول المباراه، وفي حاجه غريبه في الاهلي الفتره اللي فاتت لو تلاحظوا، ان لما الاهلي بيتفوق او بيبدا يتقدم بهدف، شفناه في طلائع الجيش، شفناه في غزل المحله، شفناه في نادي الاتحاد، الاهلي جاب جون بيبدا يهدى، وبيهدى قوي، بيهدى قوي، وده سلبي مش ايجابي. فاهم يعني؟ انت تشوف الاهلي رتم، يعني الاهلي بيجيب جون الريتم بيقع ازاي. ساعات النادي الاهلي بيقدر يجيب جون والريتم واقع، لكن برضو يعني نادي الاتحاد النهارده لو كان يعني اصل بصراحه نادي الاتحاد ضيع فرص كتير، ده غير ضربه الجزاء او ضربتين الجزاء اللي ضيعوهم يعني، دي نقطه برضو لازم نحطها في الحسبان. عشان كده لما لكم الاهلي كسب 3، لكن اللي اتفرج على الماتش عارف ان الاهلي ما عملش ماتش كويس، يعني دي مشكله. لان انت عندك دلوقتي الاهلي كسب 3 لكن ضيع ضربتين جزاء، واللعيبه بتاعت الاتحاد مش مصدقه ان هي هتجيب جون، يعني في غلطات كتيره قوي اتعملت في الدفاع، في كور خطيره جدا كان الشناوي بيصدها، في كور خطيره وعجيبه بيعدوا منها، كان بيطلع اللاعب في الكرات الثابته من نادي الاتحاد من غير ما حد من يراقبه خالص، يعني طالع براحته، زي محمود علاء كان في الكوره اللي شاطها دي، كان شاط كذا كوره محمود علاء في الركنيات وكده، لكن في كوره طالعه بيها لوحده ما كانش في بني ادم ماسكه. فاهم؟ فانا بتكلم ان دي مشكله. فاهم قصدي؟ دي مش كارثه، مش مشكله اصلا انك تسيب لاعب يطلع براحته مفيش حد ضاغط عليه. فانك انت تقدر انك تقول مثلا انك طلعت كلين شيت مش بسبب قوتك قد ما هو بسبب قله، او مش عايز اقول قله المنافس لان قله الاتحاد نادي كبير برضو يعني، لكن انا اقصده يعني سوء تركيز المنافس. فاهم انت قصدي؟ يعني هي مشكله عند الخصم مش ميزه فيك. بالنسبه للكرات الثابته لو تلاحظ الفتره اللي فاتت، يعني عجبني استغلال مارسيل كولر للفاولات او للركنيات. يعني الاهلي ايام مثلا موسيماني كان الخصم لما يجي يلعب زي فرقه زي المقاولين تركن لك الاتوبيس ورا ما تعرفش تطلع،
فانت كانوا يعني والله بجد تحس ان المدافع بتاع مثلا الفرقه اللي بتلعب ضدك، سواء اي مش عايز اقول نادي معين، يعني الفرقه اللي هي بتلعب بالاسلوب ده ضد الاهلي، لما تكون خلاص الكوره قدامها تطلع كوره من التماس ولا تطلعها ركنيه، بتطلعها ركنيه وبتتجنب رميه التماس عشان عارفين ان انت الركنيه مش هتعمل بيها حاجه. طبعا مش زماني في بعض الاوقات في بعض الماتشات الكبيره قوي زي مثلا ماتش الرجاء، زي مثلا ماتش سان داونز، دي بتبقى نقطه الفرق بالنسبه للنادي الاهلي. انا بتكلم في الماتشات العموميه، الماتشات العاديه. دلوقتي مارسيل كولر خلى ان الاهلي مميز في الكرات الثابته، ودي ميزه مهمه قوي. ايام موسيماني الاهلي كان مميز في الماتشات الكبيره بس، دلوقتي بقى دي صفه فيك. فاهم قصدي؟ صفه فيك ان انت بقيت لا، فاول ركنيه ليهم حساب، باستثناء بعض الكور العجيبه برضه اللي احنا ما زلنا بنشوفها يعني. لكن لا، انت عندك ركنيه دلوقتي مثلا خلاص في خطوره، في احتماليه ان يجي منها هدف. ايام موسيماني كانت تطلع بالركنيات بالخمسين ركنيه في الماتش ما بيجيش منها كوره واحده جون. لكن حاليا لا، في شغل كويس لحد ما في الكرات الثابته، فدي برضه نقطه كانت لفت انتباهي فحبيت ان اتكلم فيها. نيجي بقى على تصريح مارسيل كولر بعد المباراه، وبصراحه عجبني التصريح بتاعه قوي قوي. يعني قال ان في مشاكل، انا فزت 3-0 لكن الاداء سيء، مفيش تركيز، واشكو شناوي ان هو وصل ضربه جزاء. انا شفت التصريح ده، انا ما سمعتش يعني اللقاء الصحفي بتاعه، لكن سمعت هو بيقول التصريح ده. فبصراحه ده شيء يدل ان الراجل واقعي جدا، وده شيء مهم جدا. وده على عكس ما كنا بنشوف، انا مش بقارن بينه وبين موسيماني على فكره تمام، بس عشان ايه، بس انا بقول لكم بس يعني في بعض الفوارق كده. موسيماني مدرب كبير وعظيم جدا جدا يعني طبعا، بس انا بتكلم يعني في النقطه دي. موسيماني لما كان بيطلع مثلا متعادل بفريق في الدوري المصري، يطلع لك انا خلقت فرص، حاولت، صنعت، مش عارف ايه. لكن الراجل ده طالع كسبان 3-0 وبيقول لك انا عندي مشكله. فاهم قصدي؟ فدي شيء كويس قوي بصراحه. ويعني بدايه ولا اروع، علامه كامله في الدوري، فالدنيا هاديه معاه قوي 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 ما شاء الله. فيعني اهم حاجه بس يظبط الاداء شويتين، لان فرق افريقيا مش هتبقى زي فرق الدوري. يعني لازم الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، خاصه اللي احنا معتمدين انهم ممكن يعملوا حاجه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، دول معتمدين انهم يروحوا لبعيد في البطوله دوري الابطال. فانت مطالب منك ان الثلاث فرق دول يركزوا شويه، يعدلوا بعض الامور التكتيكيه، يعدلوا بعض الامور البدنيه حتى. يعني زي ما قلت لكم زي لاعب محمد حمدي وفخر القايد، انا شايفهم تعبانين جدا جوه المباراه، مش تعبانين ان هم وحشين، تعبانين بدنيا مش قادرين يجروا. عمرو السولية برضو تحس ان هم جايبينه يلعب غصب عنه يعني مش فاهم في ايه بجد. في الزمالك عندك حد مثلا نقدر نقول عليه نفس الكلام يعني، يعني لا يعتبر الصراحه برضه الزمالك فيه مشاكل زي ما انا قلتها بالنسبه لفريرا يعني. طبعا انت ممكن في ناس تكون شايفاها دي ايجابيه، وانا قلت ان هي كانت ايجابيه، بس بالنسبه لي في الماتش انا شفت البيراميدز والزمالك هي كانت سلبيه لفريرا، اللي هي نقطه اللامركزيه اللي عند الفريق. ودي على فكره كانت نفس مشكله بايرن ميونخ، نفس مشكله ناجلزمان في اول الموسم لما كان، بس هو مشكله فيريرا في الدفاع، يعني هو اللامركزيه في الدفاع. كانت مشكله بايرن ميونخ كانت مشكلته في الهجوم. اول ما نجلزمان استقر على مهاجم معين، حتى لو كانت قدرته مش قويه اللي هو تشوبو موتنج، بس بقى في ملامح، بقى في راس حربه صريح، بقى في وينج يمين، بقى في وينج شمال. كانت في الاول خلطبيطه كده، كل واحد مش عارف هو يعمل ايه قدام. لكن اول ما استقر على مهاجم واحد الدنيا ظبطت وبدات الاداء يمشي. ورغم ان هو اللاعب اللي حدده يلعب اللي هو راس حربه ده قدرته مش افضل شيء، اللي هو لاعب تشوبوميتنج مؤدي الغرض طبعا وما شاء الله مسجل كويس ومش كويس مع البايرن، لكن مش هو ده المهاجم المنتظر يعني. انا شايف ان هو بس محتاج يظبط بعض الحاجات يعني بسيطه في النقطه دي. فبس خلاص كده، خلاص بكون انتهى الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وعجبكم ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم طبعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.